أبي علي الحبشي، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات من المشرق والمغرب، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابل يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون بقية ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون بها لولا تنثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبرش مرفوع إلا أنشأناه إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كانوا يسرون على الإنس اللذيذ وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وإذا مرنا لنبعثون أوآباؤنا الأولون كلنا الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ولقناكم لن تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لنقدرن بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعله طعاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرتم النار التي تنير أنتم أنشأتم الشجرة من المنشئون لنجعلها تذكرة متاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المضطرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الذي زعمتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل بالحبيب وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل عليه وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوادح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسان صلى الله عليه على مجد وعزم شأنه خلق الخلق لحكمة وتوالى علم وبسط لهم من بعيد الملة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه الأزلية بخلق هذا العبد المحروم صلى الله وانتشر عليه الآثار والشرف به في عوالم الشهادة والغيوم صلى الله عليه أجل هذا المن الذي تقرب به المدن صلى الله عليه الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت فيها هيكل محمود صلى الله عليه ترى بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بتراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عدم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بذعذاب ولا يمل ذكره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا من أولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. نهضت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفة في شؤونه وكماله صلى الله عليه. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والذور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة
وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه. على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. في ظلمات الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه. وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال صلى الله عليه. وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه اللهم صل عليه. وينبسط في قلب نوره نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله عليه أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فانطلقت عليه. بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالله صلى الله عليه. وحسب الكمال مطلق والحسن التام والزين صلى الله فتنقل عليه. ذلك الجمال الميمون بالأسلام الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام
الذي يتنقل في بروج ليتشرف بموت استقراره وموضع خروج. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. مستقر بالأنسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى خرجت في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأبقار زور وبهر صلى الله فتعلق عليه. نعمة من هذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار أوصى بذلك الموصول صلى الله عليه. تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا متعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا صلى الله ولكن عليه. أنت إلى تدوين مهبط من أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه. أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وبقيت عليه. رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله داعي عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى السماء صافيا العظيما ولعل الله ينفع به متكلم والسامع آمين. يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين. يتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسلم والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبذول من شرفه من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشرب منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه قرب والوضع هذا
علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت كناء هذا المستور صلى الله عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممنون صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه كتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فنقصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود والعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرد واستغفروا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المهبب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي كل حمد جل يحصره العين إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا اللهم صل على محمد أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا
ربي بلغنا بجاهي بجوار الخير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum wa mujahadun nafs wa kasraha aqrab lil wilayah min al mujahad bil ruku' was sujud li'anna al a'mal tushibuha syawa'ib ar-riya' wal 'ujub wa amma al akhlaq al hasanah ma'ad yushibuha ar-riya' wal 'ujub in ahad bayumid nafsuhu bayadhhar bil matlub wa amma in bagiyat nufus hayyah ma syai' bayaqa لا أحد يجمع في الولاية ولا فيما ناله الرجال من المراتب العوال إلا إن موت نفسه هذبها ولا رأى له رفقة على أحد أبدا. Mujahadah nafsu itu lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada orang yang banyak rukuk dan sujud. Oning mujahadah banyak. Mujahadah itu melawan hawa nafsu. Orang ngangkan tempe, ngangkan tahu, tak banyak biasa. Tuwuk wisan. Soalnya sudah biasa. Mon beda sate, ceritanya beda boleh. Kalau ada sate ceritanya beda apa? Boleh. Bubung sate bib tak wareki bib. Ini namanya orang yang tidak mujahadah. Aulia itu Pak, makannya sedikit. 30 selesai. Kadang satu hari makan satu kurma mareh. Ini salah satu mujahadah. Seperti minggu-minggu yang lalu, mujahadahnya Said Alwi Al-Khirid 50 tahun tidak tidur kecuali kesir. Kalau orang mau mematikan nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang sangat beruntung. Apa ciri-ciri orang yang mati nafsunya? Ciri-ciri orang yang mati nafsunya, dia tidak melihat kecuali dirinya hina. Dia tidak melihat kecuali dirinya hina. Mon kaula kali panjenengan sik bedeh ceritane metuwek, tak kira dadi wali. Nek kabeh masjid mon sobung kaula tak kira dadi bib. Nek kabeh
majelis taklim nek Habib mon sobung kaula sing sedekah Habib tak kira dadi Habib. Ini namanya nafsunya belum mati. Tapi kalau sudah orang mati nafsunya, maka dia akan menjadi hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Abnaz zaman, orang zaman sekarang ini akhlaknya sudah tidak ada, katanya Pak Labsyi. Orang zaman semakin mereka akhlak sobung. Idza syafal miskin minal masakin ra'a anhu arfa minhu. Kalau sudah melihat orang miskin, ini berarti orang yang rendah. Neka kabi, Pak. Mohon beda orang tandi, Pak. Bener kelas sekolah neka. Kelas. Kalau yang tamunya orang punya uang, wah siji hormatnya. Ahlan wa sahlan. Tore-tore lebu-lebu, wah siap toto. Di bese. Mon orang melarat. Jia boleh. Teko boleh, entek-entek kopi je. Ini berarti nafsunya belum mati. Nafsunya belum mati. Padahal katanya Habib Habsyi, padahal orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi selama dia menyatakan bahwa dirinya orang yang paling hina. Dia menyatakan dirinya orang yang paling hina. Beda situng cerita, ada orang menambal sepatu, tukang tambal sepatu, tembel sepatu. Beda situng orang mimpi Kanjeng Nabi. Fulan, kalau kamu kepingin dapat barokah doa, maka mintalah barokah doa kepada orang tukang sepatu. Di pasar itu beda orang nembel sepatu neka wali min auliyaillah. Akhirnya bangun orang ini mimpi Kanjeng Nabi, pasti wakok, pasti terjadi. Dia berangkat ke pasar, dia nyari di sana ternyata beda orang tukang tambal sepatu. Dilihat ibadahnya tak banyak, zikirnya ya pada lah. Orang ini mengatakan koyok podo iki kira aku sih. Ibadahnya tak banyak, kok bisa jadi wali dia? Akhirnya tanya, tukang sepatu, saya kemarin tadi malam mimpi Kanjeng Nabi. Saya suruh minta doa kepada Anda. Cuma kau lebih bingung. Panjenengannya kawirit tak banyak, ibadahnya tak banyak, cuma kok bisa kamu menjadi wali min auliyaillah? Tukang sepatu mengatakan, saya selalu dalam hati saya kaulah orang paling banyak dunia, kaulah orang paling banyak dosa. Saya mengatakan saya orang hina. Ketemu orang, saya orang hina. Ketemu orang yang besar, saya orang hina. Ketemu orang yang tadi, saya orang yang hina. Ketemu orang yang paling ahli maksiat pun, mungkin dia orang yang paling dicintai daripada saya. Makanya mungkin saya menjadi hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin di motor senia wis aguh gaya wisan tin menyapa aja tak biasanya wis rodok ngene semakin ajak berubah wis. Insyaallah selamat ya. Yang menghancurkan manusia ini bukan apa, yang menghancurkan manusia ini dunia aslinya Pak. Mon orang tak di dunia sakit cetak enggi. Mon orang bisa mengatur nafsunya walaupun dia punya dunia, seperti orang-orang dulu mengatur nafsunya walaupun dia punya dunia, dia akan menjadi wali min auliyaillah. Habib Abdullah Idrus neka wali sing sugih Pak. Cuma montere hilang, kendaraannya hilang, kudanya hilang biasa. Kalau beliau jalan, kalau melaku itu karpet merah.
Kudanya merah, kuda yang bagus, kuda merah, hilang biasa. Nika wali. Saya tanya kepada panjenengan semangken, ya kula ya lek panjenengan, ya saya yakin sobung sing wali aja. Mun sik ngerti pese, ana dhuwit logur 5.000 sik ro hitungane bene wali. Paling saya yakin di sini sudah tahu hitungannya. Oh, bedes kaula sangu 30.000. Logur 10 kepikiran. Logur 10 kepikiran. Kiai Hamid itu dulu mau dikasihkan mobil. Mau diberi mobil Kiai Hamid dulu. Ya ini kayak beda motor ya, dah usah wis. Engko aku mikir ngenakno bane lak bocor ya opo. Engko aku mikir. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan jadi orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Cita-cita menjadi wali min auliyail illah. Mon tak tutuk dadi wali, mudah-mudahan minas solehin. Amin Allahumma amin. Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim min fatani. Hada minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الحاصل المحسوس منك بأجل الحسائس. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.